جدعون السلفيين في المجلس. بسألهم انتم بتستبسمع كلامكم ازاي علما بان ادائكم ضد مسألة السيدات. قالوا في كثير من الاحاديث بتجعل طريق الزوج الى الجنة رضاء الزوج. فتتنافس ادها الاحاديث دي وفيه شرايط للعلماء فادوني بعضها عشان ادها لمراتي. فانا بسأل انتم بتقعدوا عاملين الاحاديث عاملين الاحاديث عاملين الاحاديث. انا عايزاكي تحكي لي القصه بالظبط والاحداث وكان مطلوب منكم تقولوا ايه. هي واحد دخل قال لنا قولوا الكلام دوت، قال يعني ايه قولوا ان انتوا فتيات ليل شغالين في بار، الكلام ده كله طبعا معروف البنات اللي شغاله في بار بتعمل ايه، دي معروفه. بس احنا مش كده، احنا رايحين على هدف تاني خالص، ان احنا رايحين نسقف زي موديلز بنسقف وخلاص. بس دي نقطه. النقطه التانيه هي عماله طبعا تكلمنا وتقول لنا قولوا زياده، اللي هو يعني حاولوا تألفوا بقى اكتر من كده فوق الكلام اللي الراجل قاله لنا. المرأة المجرمة اللي طلعت على بعض الفضائيات وجابت بنات على انهم زواني زانيات وعمالة تتكلم معاهم في تفاصيل الزنا، والراجل معاك بيدفع كام والأجرة كام ويعرض هذا علينا. هذه المرأة حكمت؟ لا. تعرف اللي حصل؟ رجل نصراني ملياردير له قناة فضائية، المرأة دي بتاخد في الشهر 40,000 دولار، يعني قرابة ربع مليون جنيه في الشهر. ربع مليون جنيه في الشهر. النصراني ده قال لها تعالي عندي في القناة الفضائية وهديكي 50,000 دولار. قام صاحب القناة اللي هي فيها التي نشرت هذا الفجور اعتبر ده نوع من التعدي عليه، فرفع راتبها ل55,000 دولار. والله يا اخوانا احيانا تلجم المصيبة اللسان فلا يدري ماذا يقول. ونشر الفجور والعهر، كل ما الإنسان ينشر فجور وعهر يكون في مقابل هذا زيادة مال. يكسرون نفوس الفقراء، يغرون الضعاف بالانحراف. متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. قلبي مع أهل الإصلاح، إنهم يسبحون ضد تيار عات مجرم، ضد تيار معه القرار ومعه المال، ولكن معهم الله.